نساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وفي نهائي خليجي 25 هنا في البصرة. الله أكبر، هكذا هي الصورة وهكذا هو المشهد وهكذا هو الجمهور العراقي وهكذا هي مدرجات جذع النخلة. مرت الأيام السريعة، هكذا دائما اللحظات الجميلة والحلوة بالتأكيد. شكرا نقول فيها للعراق العظيم على حفاوة وترحيب ليست بغريبة. شكرا على احتضانه للأشقاء، شكرا على فتح قلوبكم قبل مساكنكم، شكرا على كل مشاعركم وفيض كرمكم، شكرا على كبر محبتكم وفرحتكم بتواجد الجميع هنا. شكرا لشعب لا ينكسر لا ينهزم ولا ييأس ولا يستسلم. شكرا لشعب يحب الحياة ويستحقها أكثر من أي وقت مضى. شكرا يقولها الجميع ويا ليتها تكفي لتعبر عنا جميعا. بالتأكيد أتينا إلى هنا دعما للعراق ووجدنا العراق يدعمنا جميعا، وبالتأكيد هنا في هذه الأمسية نصل إلى نهائية بطولة كأس الخليج ونصل إلى المباراة النهائية المرتقبة والمنتظرة هنا في جذع النخلة. من أدار الافتتاح سيدير المباراة النهائية. ضربة البداية أبا العراق شيركو كريم الآني لحسين علي، الكرة بتتهيأ، الضربة الجميع سالما بإذن الله، الكرة طويلة إلى الأمام، سلامة الجميع بالتأكيد اتركوها بالتأكيد للآخر. الكرة فيها تصويبة ولكن الكرة سهلة تصل إلى إبراهيم المخيني الحارس الواضح في الصورة، حارس نادي النهضة صاحب 25 سنة و9 مباريات دولية. شيركو كريم، يا سلام يا شيركو، بيلعب لكرة جميل، وقف سيطر بعض لاعبو المنتخب العماني. كريم العرضية يا شيركو، يرسل له كرة أقصى الساد الحوسني، الكرة تصل فيها مرور فيها تصويبة يا رباه، حارس المرمى يتصدى. عمان تقول أنا هنا، السلطنة يبدأون بعد أهداف نظيفة. يومها سوبر هاتريك لحسين سعيد، يومها هدفين لفلاح حسن، يومها عادل خضير سجل المنتخب، لكن الكرة تعود من جديد. العراق يضغط يصوب يا رباه، هدف عراقي أول، هدف عراقي أول، خطوة واحدة لصناعة التاريخ، لتحقيق الذهب، لمعانقة المجد، للوصول إلى الأحلام. اللي عيون الثنتين على أيمن يخلي وحدة البايش، اللي عيون الثنتين على أيمن يخلي وحدة لإبراهيم، يخلي وحدة لإبراهيم، يخلي وحدة البايش. نجم البطولة، نجم البطولة يسجل ربما أغلى أهداف البطولة، ربما أهم أهداف العراق. الله على إبراهيم بايش، الله على التسديدة، الله على الرقم 8. شوف التصويبة، شوف إبراهيم بايش، إنه صانع لعب لكنه يسجل أهم الأهداف. الكرة في شباك حارس المرمى إبراهيم المخيني. 1-0 تقدم العراق، 1-0 تقدم الرقم 8. اللي عيون الثنتين على أيمن حسين يخلي وحدة لإبراهيم بايش، يخلي وحدة البايش. يا الله يا إبراهيم، ولك الأهداف الحلوة هذه من وراها عيني، ولك الأهداف الحلوة هذه من وراها عيني، وراها إبراهيم بايش. 1-0. كيف ستكون ردة فعل أبناء سلطنة عمان من جديد؟ مرة أخرى الكرة بتتهيأ، عراقية الخليجي بكل تأكيد بدون استثناء اهتماما أكبر في جدولة هذه البطولة، في اختيار توقيتها المناسب والمثالي والذي يساعد على النجاح في المشاركة. صلاح اليحيائي، الكرات العالية، الله على التمريرة، من التمريرة من التمريرة من التمريرة. ماذا يقول الحكم؟ حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب، لاعبي المنتخب العماني يطالبون بركلة جزاء. الله على تمريرة اليحيائي، اليحيائي، الكرة بتتحول إلى خارج الآن. يا يحيائي يا يحيائي يا يحيائي، بيرسل الكرة في مكان إلى حارب، لكن الكرة تصل. لو عدوا، الله الله، يا لها من تمريرة، يا لها من كرة لم تصل إلى أمجد، يا لها من لقطة يا شيركو.
لاعب نادي الكويت الكويتي شركة صلاح اليحيائي عدى، صلاح اليحيائي مرر، لكن العودة جميل اليحمدي تصويبة من بعيد لكنها ضعيفة، لا يترك له العراقيون مساحة وراحة. انظر إلى العراق، حسين علي قوية مستحيل، انظر إلى العراق، انظر إلى العراق، يا لها من كرة يا حسين، يا لها من ضربة كادت ايش أمن. حسين علي عرضية رأسية مستحيل، يا رباه ضاعت الكرة، ضاعت من المدافع مصطفى ناظم. انظر إلى حسين علي، كرتين للعراق، رأسية تأتي من مصطفى ناظم لكن الكرة إلى خارج الملعب والمرمى لم يكن به الحول، ويهتفون من أجل عراقهم، من أجل منتخبهم، من أجل أسودهم، من أجل ليالي البصرة وختام ليالي البصرة في خليج 25. هذا المباراة الثانية، حسين عرضية يا حسين، الكرة بتتحول وبتعدي يا عراق، يصل الآن حسين علي في مكان إلى ضرغام، لو عد عراق لكي تثبت بأنها قادرة على أن تنظم تنظيما. حل فردي فيها صلاح، فيها صلاح، فيها اليحيائي، فيها ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء من أول تهديد عماني، يصلون إلى ركلة الجزاء، لم يسلموا بعد، لم يرفعوا المنديل. منتخب عمان أمام جماهيره هنا في البصرة يحتفلون بركلة جزاء لم تسجل بعد، لكن الله يا صلاح، عماد الحوسني عاد فجأة، عماد الحوسني ظهر فجأة، جميل اليحمدي يتقدم، الله مستحيل يا جلال، هذا ما تحتاجه العراق في موقف كهذا الموقف، حارس عظيم يعيد فرحتهم التي لا يريدون أن يفقدونها أبدا. يا جميل ماذا أضاعت، يا جلال لن ينسوا الجميل، يا جلال لن تنسى العراق الجميل، لن تنسى العراق. وقعتها يا جلال، قفزت يا جلال، فتح نصيف ونور صبري يتصدى. سورستوم كانوا شاهدين يا سورستوم، لو عدى دخول الآن من المسلمي والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. بالمناسبة المنتخب الوحيد الذي لم يخسر أي بطولة وهو المستضيف في كأس الخمر العماني يسابق الزمن. عرضية لو عدت الآن بتعدي وفيها مرور، فيها تقدم، فيها تصويبة لكن من بعيد، لم ينجح مع منتخبه حتى الآن. راسية تأتي، جلال حسن أقرب ويمسك بالكرة الآن جلال حسن. على طاري الحراس، ليست فقط العراق التي قدمت حراسا فعمان، لا يمكن أن ننسى يوسف عبيد اللي تقدم، اليحيائي يتقدم، بيلعب له كرة مستحيل مستحيل. تحيا عمان، تحيا السلطنة، تحيا يا صلاح. اليحيائي في آخر فرص خليج 25 في البصرة يعود بعمان مرة أخرى. يا لها من لحظة، يا له من سيناريو، الأولى ضاعت عن طريق جميل والثانية سجلت عن طريق الجميل صلاح اليحيائي يعيد عمان مرة أخرى. عطوان أمجد، عطوان، الله، وستجد طريقا لشفاء جراحك التي ظننت أنها لن تشفى أبدا، عن طريق الأسود، عن طريق الأبطال، عن طريق أمجاد. يختار الأمجاد، عرف يختار متى يطلع، متى يلمع. في النهائي نجم العراقي يسطع. كرة من جميل اليحمدي، عرضية مستحيل مستحيل. لا يموت العماني، لا يموت العماني أبدا. مستحيل اللقطة، إنها تتمسك بهم ويتمسكون بها، إنها تريدهم ويريدونها، إنها تعود لهم ويعودون لها. انظروا إلى الجميل، انظروا إلى الرأسية، عمر المالكي. هذه المرة عمان
تعود مرة أخرى في جنون كرة القدم، في ريمونتادا خيالية، في نهائي تاريخي، في سيام. الكرة العرضية الآن من أمجد، رأسية، مستحيل مستحيل. الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ، الأبطال وحدهم يكتبون المجد، يكتبون الذهب، يحققون الحلم، يصنعون أمجادهم. الله يا مناف يا يونس، الله على أسود الرافدين في الوقت الذي لا يمكن العودة فيه. يتقدمون، الحلم حلمهم، البطولة بطولتهم، لا يمكن أن